ياه، اخيرا خلصت كورس السواقه وهسافر لوحدي بقى. ايه؟ ايه انا؟ هسافر، انا طالع الساحل. ساحل ايه؟ ساحل لما يسحلك. بص يا قائد، انت خلصت كورس السواقه ومعاك الاساسيات، وبقيت كمان بتعرف تتفادى اخطاء الغير. ممتاز، بس ناقصك حاجه واحده، الممارسه بس هي اللي بتجيبها، سرعه رد الفعل. الله ينور يا استاذ دوما. ودي المرحله التانيه اللي اهميتها زي اهميه الكورس بالظبط. هو لسه في مرحله تانية؟ اركز اركز واعقل، انت زي الفل والمدرب جنبك، لكن لازم تتعود تسوق من غير ما يكون حد قاعد على الكرسي اللي جنبك يوجهك، ولا تكون معتمد على حد ولو بنسبة 1%. هتختار وقت ميت، يوم اجازة او الساعة 6 الصبح، تنزل تلف حوالين البيت لوحدك، واقعد اركن الركنة اللي اتعلمتها معانا كتير علشان تتدرب على ركنتك وتقلل وقتها وما توقفش الشارع في الزحمة. طب ينفع اخد ايمن صاحبي معايا؟ ولا حتى خيالك، لازم تعتمد على نفسك ساعة أو ساعتين كل يوم عشان تقوي رد فعلك. وبمجرد ما تلاقي نفسك بقيت بتسوق من غير توتر، روح بقى الساحل، روح جمصة، شبرق على حالك. عمود السواقة الكبير هي الثقة بالنفس يا قائد، والثقة بتيجي بالممارسة والتعود. وأنا محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الأوائل لتعليم قيادة السيارات، وبنتمنى لكم السلامة في طريقكم. سلام يا قائد.